نشوف الصورة عبد الله الثانية. جدول الترتيب للدوري المصري. الزمالك متربع وحاط رجل على رجل ويقول لكم متصدر لا تكلمني. الزمالك في صدارة الدوري، المصري في المركز الثاني. اشوف الاهلي، وين الاهلي؟ الاهلي اعتقد في المركز ال15. يا ساتر، الاهلي في المركز ال15. يا ساتر، معقولة؟ الاهلي بعظمته وصفقاته الكبيرة، راح كولر، جاء ريبيرو، والاهلي لحد الان مش موجود في هذا الموسم. يعود، ممكن يعود، ممكن يرجع مع عماد النحاس، ولكن شكل فريق الاهلي في هذا الموسم لا، ما يبشر بالخير، ما يبشر بالخير شكل فريق الاهلي المصري. تخيل الاهلي في المركز ال15 يعني 15 عنده مباراة مؤجلة، لو فاز بيكون فارق بينه وبين الأول أكيد. يمكن فرق كبير. يعني صراحة الاهلي مش موجود هذا الموسم، مش موجود، معناته في خلل أكيد، خلل اداري كبير، خلل إداري بعد ذهاب كبير. طبعا محمود الخطيب. نعم. طبعا يعني تتفق ما تتفق، يعني كيفك حر. تخسر الرياضة المصرية والمشهد الرياضي المصري يخسر واحد من الأسماء الجميلة في الرياضة المصرية، الكابتن محمود الخطيب. أنا مش من عشاق الأهلي، لكن أحترم الأهلي، أحترم هاي الشخصية، أحترم جمهور الأهلي، أحترم كل الجماهير، ولكن محمود الخطيب اسم كذلك. لكن وضع الأهلي اليوم ما يسر لا عدو ولا صديق مثل ما يقولون. أتمنى أن الإدارة تتخذ إجراءات. اليوم الأهلي نحن عارف بطل قاري وبطل مصري دائما إن شاء الله أتمنى يكون في المنافسة، وهو اللي يثير ممكن الدوري المصري بالضبط، والمنافسة في البطولات المصرية.